الا عايزه تقعدي يا اما هو يقعد. ازاي الكلام ده اصلا؟ انت ازاي طالعه من بوك ان انا امشي اخويا من بيتي؟ دي استحاله تحصل. ده انا امشي قبل ما هو يمشي. انا ما اقدرش اطرد اخويا عشان خاطر رانيا تقعد، واخويا بيجي بقاله. ايوه السلام عليكم. عامل ايه؟ شكلك تعبان النهارده. مش قادر لسه مخلص، تعبان خالص. خد ريح ويكون الغدا جاهز. ماشي. معاك غسيل ولا حاجه؟ لا، ده عشان كنت بحط فيها الطلبات وبتاع. طيب تمام ماشي. ما تستعجليش قوي يعني، عايز اريح شويه. طيب ماشي يا حبيبي، على مهلك. ها ماشي براحتك خالص. ايوه السلام عليكم يا منى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خدي مني يا منى، في ايه؟ ماشي يا رانيا تعالي. ده ايه ده؟ انت حاطه فيها ايه رانيا دي؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. ايه يا بنتي ده؟ في ايه؟ جاي اقعد عندك يا منى شهرين 3. اتفضلي. انا زعلانه، اتفضلي يا رانيا. غضبانه وجايه اقعد عندك. الناس تروحها. اتفضلي يا رانيا. اتفضلت يا منى اهو. نور فين يا منى؟ نور جاله شغل اسبوعين 3 ايه؟ في القاهره. يعني ايه جاله اسبوعين 3 شغل في القاهره؟ جاله شغل. اعمل ايه طيب؟ شغله بعتوا له ان هو يروح القاهره 3 اسابيع. اعمل ايه؟ انا ما اعرفش يا منى، ونور ما قاليش. ما اعرفش والله. انا ما اعرفش اصلا ان انت كلمتيه ولا ايه اللي حصل. انا جايه غضبانه. جايه غضبانه؟ اه. ليه يا رانيا؟ مش هتعقلي كده يا رانيا؟ عقل؟ اه انا تعبت من كتر العقل يا منى. ماشي يا رانيا. من كتر العقل، انا من كتر العقل جبت شنطه، والمفروض كنت اجيب شنطه تانية. ليه؟ هو انت مش هترجعي بيتك؟ لا مش ناويه ارجع خلاص، انا كده جبت اخري، والمفروض ان انا جايه عشان نور يوضع لي حل. نور بقى هيقعد له اسبوعين 3. طب انا اعمل ايه في الاسبوعين 3 دول يا منى؟ انا اعمل ايه طيب؟ العمل عمل ربنا. انا اعمل ايه؟ ما هو انا اللي هروح اتكلم؟ انا ست زيك. ما هو المفروض نور اللي يتكلم. المفروض ان انا هعمل ايه يا منى؟ انا ما اعرفش والله يا رانيا. ربنا يصلح حالكم يا بنتي. طب ما شويه كده لمي الدنيا من عندك. عيالك راحوا فين؟ انا هقعد يا منى، عيالي سايباهم له في البيت مش جايباهم. هقعد معاكي الاسبوعين 3 دول. تعالى يا احمد. صحيت؟ ماشي يا بابا. الاكل جاهز. ازيك عامله ايه؟ مش ده اخوك يا منى؟ اسمه ايه؟ احمد. هو انا عندي غيره؟ عامل ايه يا احمد؟ الحمد لله كويس. يا بابا تتغدى؟ ماشي يا ريت، قبل ما اخد دش كده ماشي تتغدي. هو اخوك قاعد عندك؟ هو مش قاعد بمعنى قاعد، يعني هو بيجي كده مثلا في نص اليوم، يجي يريح شويه من الشغل عشان هو شغله قريب مني، بيتغدى معايا، مونسني برضو. والمفروض ان انا اروح اقعد فين بقى يا ست منى؟ يعني ايه تقعدي فين؟ انا لا هقعد فين واخوكي قاعد انا بقى؟ طب انا اعمل ايه؟ مش فاهمه. قومي يا حبيبي، خد شاور يلا عشان هغرف لك. قومي. ايوه انا المفروض انا اعمل ايه يا منى؟ اروح فين انا لما انا وانت اخوكي بتتكلمي قدام اخويا كده ليه يا رانيا؟ هو في ايه؟ مش فاهمه. هو اخوكي قاعد ليه يا منى هنا؟ يعني هو ايه اخويا مسافر وانت جايبه اخوكي مبرطع في البيت؟ ما يقعد براحته. ايه المشكله؟ بيت اخته. ايه اللي مضايقك؟ وانت جايه، ما انت جايه بتقعدي وبرطعي في بيت اخوكي. يا سلام، هو حلو ليكي وحش لاخويا؟ ده اخويا، ده بيت. او ده بيت برضه اخويا وبيت اخته. لا بس الشقه بتاعت اخويا مش بتاعتي. مفيش حاجه هو اسمها اللي الشقه جايبها بتاعت اخوكي، ومفيش حاجه اسمها الشقه بتاعت مراته والكلام دوت. ده شقتي، دي شقتنا. اعمل ايه؟ انت مش جاية هتعلميني رانيا. انت جايه هنا مش تخربي بيتي انا وتقعدي تعلميني اعمل ايه وما اعملش ايه. انت جايه هنا لحاجه معينه، ان انت مختلفه مع جوزك. ما تدخلنيش في قصص تانية. منى انا لا هاخد حق ولا باطل مع حضرتك. انا دلوقتي مش مشكلتي الشقه باسمك، الشقه مش انت باسم اللي نور. بتتكلمي وانا اللي اتكلمت؟ ما انا لقيت نفسي مش هخلص. انا دلوقتي اعمل ايه؟ في مشكلتك يا رانيا. هحاول ان انا اركز في مشكلتي. اعمل ايه بقى انا ان شاء الله دلوقتي؟ ولا حاجه. هو انا اخويا هيعمل لك ايه؟ عادي جدا اتعاملي اخوكي الصغير زي ما هو اخويا اخوكي. فين اخويا الصغير ده؟ اخوكي الصغير ايه عادي. هو مش خاطب؟ ايه المشكله؟ ده عنده 21 سنه يا بنتي. بيننا وبينه قد ايه؟ اخونا الصغير في ايه؟ ايا كان يا منى ما ينفعش. يبقى الساعتين 3 اللي هو قاعد ومقعدي في الاوضه جوه يا رانيا. لكن انا مش هقول لاخويا ما يجيش، معلش. وهو ده نظامي. هو ده نظام؟ والله هو ده نظامي. انا مش هطرد اخويا. يعني انت رايك انا امشي يا منى؟ انا ما قلتلكيش امشي. انا قلت لك اخوكي مش هتمشيه. انا قلت لك اقعدي في الاوضه لغايه ما هو يمشي الحبه. كل يوم الكام ساعه اللي بيجي ينام فيهم ويتغدى فيهم ويمشي، اقعدي جوه. اخويا بعرف بكل الموضوع ده؟ عمره ما هيتكلم. اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد يا رانيا. قلتي يا منى. بالظبط. فانا ماليش خير في اخويا، ماليش خير في حد، ماليش خير في اخوكي. ايه يا رانيا؟ هتدخلي تاخدي شاور وتتغدي ولا ايه؟ شر وهتعملي لنا فيها بقى مصلحه اجتماعيه. هتدخلي تتغدي وتاخدي شاور ولا ايه ظروفك؟ لا شكرا يا منى. امال هتعملي ايه؟ همشي عشان انا اللي مشيتك.
والله والله انا ما مشيتش حد عشان ما تجيش تقولي لاخوكي حاجه انا ما عملتهاش. والمفروض ان انا بقى اقعد مع اخوكي في البيت. مش مقيم، هو بيجي كام ساعه في اليوم؟ ايا كان مقيم مش مقيم، المفروض ان انا اقعد والله مع ده أخوكي في نظامي ويجي ظروف يا رانيا، انا ما اقدرش اغيرها، حقك عليا. انا ما اقدرش ان انا امشي على اخويا. الاخلاق بتاعتك والادب والهدوء والرزانه. انا ما بطردش حد يا رانيا، عشان انا بصي انا يعني عماله اهو اجيبك واتكلم معاكي واقنعك، انت مش مقتنعه. بس اللي انت عايزاه انا مش هعمله. انا انت مستفزه بصراحه، بجد مستفزه. خليكي قاعده وخلي اخوكي مش هرد عليكي، وهقدر ان انت جايه زعلانه وعامله مشكله مع انت بجد برودك ده بيعصبني. انا كنت جايه اقعد فين؟ انا كنت جايه اقعد مع مين اصلا؟ انا ما طردتكيش يا رانيا، بريئه. انت بصي بتفتعلي حوار دلوقتي معايا. مش لاقي رد اقوله لك ببرودك ده، مش لاقي رد اقوله لك. فكري في الموضوع تلاقينا ما غلطتش. بكفايه انت بتفكري وبكفايه انت بتردي بالراحه كده وانت عاقله وراسيه وهاديه. يا بختك بهدوءك. سلام يا منى. مستفزه، الله يكون في عون نور بيكي بصراحه. ساتر يا رب، بارده. ايه ده، راحت فين؟ مشيت. مشيت؟ مشيت، مش عاجبها الوضع فمشيت. كبر دماغك. مش جايه تقعد. ايه؟ هي كانت جايه تقعد. انت مش شايف الشنطه اللي كانت بيها قد كده عامله ازاي؟ انا فكرتها جايبه لك اي حاجه. جايبه لي ايه؟ دي جايه مقيمه وسابت العيال وجايه هنا تحقق احلامها عندي. ازاي؟ بقول لك ايه، تعالى نتغدى، تعالى نتغدى. مش تشغلي بالك، كبر من دماغك. الجوع بصراحه. مين؟ مين؟ انا يا خالته. افتحي افتحي يا حبيبتي، انا فاتحاه. زقيه زقيه هيتفتح معاكي. خير يا رب. قفله؟ يا حبيبتي اقفلي، انت موجوده، اللي يخبط تقومي تفتحي لي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامله ايه يا خالته؟ الحمد لله. ازيك يا راني حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا خالته، انت عامله ايه؟ الحمد لله. مال وشك مصفر كده ليه؟ انا جايه اشتكي لك يا خالته من منى مرات نور. عملت ايه؟ انا حصلت معايا مشكله بيني وبين جوزي وزعلت. اي وانا مش عايزه اقعد في البيت. خدت شنطتي ورحت لها. اخويا قاعد في الشقه. ازاي يعني؟ قاعد معايا. ما استقبلتكيش يعني كويس؟ لا مش مستقبلتنيش كويس. اخويا مسافر وهيجي لسه النور بعد 3 اسابيع. وماله تقعدي بيتك بيت اخوك؟ لا هي مع اخوها بقى ومرحبه بيه وقاعد بقى مبرطع في الشقه. هو ينفع يا خالته ان انا اقعد انا واخوها في البيت؟ لا ما ينفعش ما ينفعش، بس انت اولى انك تقعدي. ايه دي؟ لا قعدت تكلمني بقى بمنتهى البرود كده وحاسه ان هي بتتبرد وهي بتكلمني. استفزتني. خدت بعضي وخدت شنطتي ومشيت. والشنطه بتاعتك فين؟ سايبها عند الحارس تحت، ما قدرتش اطلع بيها. اطلعي بيها يا ماما، بيت خالتك اولى. بس خلي بالك منها، دي لازم يطرح لها، تقف عند حداد، لازمها رابط وظابط. هو في ايه ده؟ سكتنا له دخل بحماره ولا ايه؟ سابتني امشي يا خالته، سابتني امشي وانا متضايقه بصراحه منها. لا 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 يا ماما، ثانيه واحده هلبس واجي معاك نوقفوها عند حدها. هو في ايه بالظبط؟ هي ملهاش، هي عشان جوزها مسافر يعني خلاص بتتصرف من تلقاء نفسها. بيت اخوكي بيتك، تروحي في اي وقت وتقعدي بدل اليوم سنه. هو في ايه منى دي؟ ايه في ايه؟ في نفوخها؟ هو اخوها اولى ولا اخت جوزها اولى؟ اللي بتاخد من خيره. وبعدين يا خالته احنا لينا حد؟ انا ماليش الا نور، انا ليا مين؟ وربنا يخليكي ربنا يخليكي يا خالته. بس انا بيت اخويا انا مش معنى كده بيه. ان انا مش عايزاكي تيجي عندي. انا عارفه يا بيتي، بيتك مفتوح، بيتي مفتوح لك على طول. بس انا قصدي برضو ان بيت اخوكي المفروض يبقى مفتوح لك ومرحب بيكي. انما مراته دي شكلها ما تعرفش في الاصول وواجب. ثانيه واحده يا بنتي، البس ونروح لها. قوميني دي نرفزتني. مش عايزه اتعبك يا خالته. لا يا حبيبتي، اروح تعبك راحه وانا هسكت لها. الهدوم فين؟ لخبطتني خالص، مانيش عارفه الاوض من بعضها. منى خلاص رايح الشغل. نازل. ماشي حبيبي، خلي بالك على نفسك، هستناك بكره بقى. منى بصراحه بس ما تزعليش مني. ايه؟ فكر ما تجيش تاني. ايه؟ حاسس ان انا عملت مشكله مع اخت جوزك. مشكلة ايه؟ مش كانت عايز تيجي تبات تقريبا ولا ايه؟ مش ما عارف. تبات يا بابا ولا ما تباتش، احنا مالنا؟ هو انت هتمشي عشان هي تقعد؟ عشان مش عايز اعمل مشكله يعني. لا مالكش دعوه بالمشاكل دي، حاجه ما تخصكش. انت كل يوم تيجي فتره الصيف اللي انت قاعد هنا فيها جنب البيت عندي، تيجي تتغدى وتيجي تنام البريك بتاعك. منى انا مش عايز مشاكل. مفيش مشاكل ولا حاجه بابا، مفيش مشاكل ولا حاجه. ده بيت اختك، تيجي عشان اي وقت جوزك. وتقعد فيه. جوزي ما يتكلمش وعارف بالموضوع ده. طيب. انت كنت بتيجي وهو موجود اصلا يا احمد. ما تغيرش يا احمد النظام اللي احنا ماشيين عليه يا بابا. هزعل منك انت. انا مربيك، اخويا الصغير، تزعلني؟ لا ما اقدرش. تيجي كل يوم زي ما احنا بنعمل الروتين بتاعنا. ماشي. متأخرش ها؟ خلاص هستناك. يلا خلي بالك على نفسك. نتغدوا سوا. ماشي، مع السلامه. سلام. حاجه تحرق الدم يا رانيا دي.
ناسي حاجه ولا ايه؟ اتفضلي يا خالته. ازيك يا طبعا. طنط؟ اتفضلي. ابن اختي ما تفضلش ليه؟ اتفضلي يا طنط ادخلي. لا هنا حلو، احنا مش جايين نتضايف. طيب ماشي. ايه اللي بقى اللي انت عملتيه دوت ان شاء الله مع رانيا؟ عملت ايه؟ هي جايه تقعد في بيت اخوها، بتقابليها وحش ومكشره، وهي كلامها صح، ما ينفعش تقعد واخوكي قاعد. ازاي يعني؟ دي ست عايزه تقعد براحتها في بيت اخوها، وانت ست زيها عادي اما تقعد معاكي. اخوكي يقعد ليه بقى؟ خلصتي حضرتك؟ خلصت. طيب اول حاجه انتوا سايبين المشكله الاساسيه اللي هي مشكلتها مع جوزها، جايه تحاسبيني انا، روحي ليه مشكلتها مع جوزها بدل ما تيجي تحاسبيني انا. يعني ده موضوع هايف بالنسبه لان هي جايبه شنطه قد كده وجايه مقيمه هنا عندي، انا ما عنديش مشكله، بس انت سبتيها مشكلتها مع جوزها جايه تكلميني انا. دي اولا. ثانيا انا اخويا قاعد في البيت، انا ما اقدرش اطرد اخويا عشان خاطر رانيا تقعد، واخويا بيجي بقاله اسابيع هنا ونور على درايه بالموضوع ده، وان هو شغله جنب بيت اخته وعنده بريك ساعتين ثلاثه، بيجي يقعد يريح عندي ساعتين ثلاثه. اجرم؟ طب هي مش كل يوم عندك هتديكي درس في الادب والاخلاق والعقل. والله ده النظام بتاعي رانيا. انا اعمل لك ايه؟ ده نظامي. اخويا موجود انا اطرد؟ يعني هي دلوقتي لو نور راح لرانيا البيت واخته جوزها موجوده، هتطرد نور؟ ينفع؟ هي بالظبط، مفيش فرق. انا قلت لك قبل ما نيجي هتلجمنا في الكلام، مش هنعرف نتكلم لا حول معاك. ولا قوه الا بالله. هي انا عشان مش غلطانه، كلامها بيبقى مبررات. انا مش غلطانه، انتوا مش عارفين تردوا عليا. هو ما انت كنت بتعرفيش في تردي. كليه ايه يا حبيبتي؟ فلسفه. لو انت صادقه وعارفه كليه ايه يا بنتي؟ اداب، قسم فلسفه. لا ده كليه ألسن عشان لسانها طويل وبتتكلم كتير. لا عندها اتقان في الكلام وهدوء كانها وبرود. عارفه ان احنا جايين يا اختي ومحضره الكلام. انا مش فاهمه. وتاخدك كده بصي الوقفه، مش عارفه بصي أنا بجد النظرة. والله. يا سلام، ده انا هتعلم منك يا منى. انا كان لازم اجي اقعد معاكي اليومين دول عشان اتعلم منك، مش عارفه اتعامل مع جوزي. انا ما طردتكيش يا رانيا، انت اللي مشيتي بمزاجك، انا ما قلتلكيش امشي. انت مش عاجبك قعده اخويا والا عايزه تقعدي يا اما هو يقعد. ازاي الكلام ده اصلا؟ انت ازاي طالعه من بوك ان انا امشي اخويا من بيتي؟ دي استحاله تحصل. ده انا يمشينا امشي قبل ما هو يمشي. يا عيني ده بيته حبيبتي. بيتي والنبي ناوليني حبه ميه، ناوليني حبه ميه. حاضر. حاجه غريبه. جيتي الحق، كلامها كله صح، وكثافتنا وحرقت دم كلامها صح. اخوها هتوديه فين برضه؟ هو انا جايباكي يا خالته تنسفيني عشان تحرقي دمي؟ هي احرجتني في الكلام. كلامها احرجتك صح. ايه؟ ما هو ده كلامها ودي ده اللي هي احنا جايين نغلطها على اساس ان ده بيت اخوكي، بس هي اخوها إيه شغله قريب وبيجي وكده، هو مع اخته برضه. اتفضلي يا خالته. شكرا يا حبيبتي، شكرا. ادخلي يا خالته، تعالي اشربي لك شويه عصير ولا حاجه. شكرا. احنا بصي اللي هقوله لك ان احنا نعمل بنصيحتها. انا هاجي معاكي دلوقتي لجوزك، اخوكي مش موجود في السفر، انا هاجي بقى واحل لك مشكلتك، وما يريحش الواحده اللي بيتها حبيبتي، ما يريحش الواحده اللي انا قلت لك بيت خالتك مفتوح، بس برضه مش هتاخدي راحتك زي راحتك في بيتك. ماشي؟ واحنا اسفين لك يا منى. شفتي يا ست منى؟ طلعتينا في الاخر بنتاسف لحضرتك. لا والله انا ما غلطتش، وانت عارفه كويس ان انا ما غلطتش يا رانيا. انت ما بتغلطيش يا منى يا بنتي انت هي قالت الصح. خلاص يا خالته، انا مش جايباكي عشان تحلي لي لا اعوذ مشكله. بالله كمان لله لا وحده. انا مش جايباكي تديني انت كمان يا خالته برضو في القيم والاخلاق والمبادئ درس. بصي قعدتي عندها يوم 2 شهر، مش مسيبك ترجعي لبيتك. يلا بينا يا خالته، يلا بينا. انا بقول يلا بينا. انا بقول معلش انت كلامك صح. معلش يا بنتي هي مش عايزه تخرب يلا يا بيتك، هي خالته، كلامها صح. يلا يا خالته. هو يا منى انا اسفه. ساتر يا رب، ايه الناس دي؟ سايبه مشكلتها مع جوزها وجايه تتشاكل معايا وعايزه امشي اخويا. بارده قوي الصراحه، بارده قوي، مستفزه.